جلسة لو تشوفوا تحت الهواء يعني قبل لما كان البريك انتوا عم تشوفوا البريك الحديث كان انه مادلين بدها تعرف من وديع مين الفنانه اللي راحت لعندها والله ما يطلع صوتك ومعالي الوزير بده يعرف مين الفنانه ومين الوزير كمان. طبعا مع وديع ما وصلنا لمحل لانه معه حق انه لسانه دافي بهالموضوع. ما وصلنا لحدا هلا اذا هو بحب يقول شيء نبقى ممنونين. لا تابعين احنا وياكم احلى جلسه بهالوقت. نستقبل نجم ستار اكاديمي محمد دهدوق. اهلا وسهلا محمد، مساء الخير. اهلا وسهلا. سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي ان شاء الله يوصل سلامي، سلامي ان شاء الله يوصل سلامي، اسامي ما اريد اذكر اسامي. سلامي. اهلا وسهلا محمد. حبيبي محمد، حضور وصوت حلو يا حبيبي. هالجاكيت قتلين همها اوعى تكون عامله مثل الفستان تبع شو انا حاسه حيصير بعد شوي. ايوه حيصير بدك تركض هيك. اهلا وسهلا محمد، كيفك؟ كنت تعذب وكنت تزعجوا لوديع بستار اكاديمي ولا لا؟ والله بدك تسال السؤال الاستاذ وديع، كنت عازبك شيء؟ لا على سلامته. لا على سلامته. انت وصغير محمد ما كان بك شيء شقي انت وصغير؟ انغرمت بصوره؟ هلا غرمت كثير، بس مره انغرمت بصوره فعلا. كنت بالكي جي 1 فجبت صوره كي جي 1 عم صغار كثير. ايه، فهي اول حب يعني الي كان. فانغرمت بصوره دائما افكر فيها انه انا بحبك كثير، واقعد احكي معها انا وياها بالليل. ولا لماما هي بدي اتجوزها انا، هي خلص. قالت لي ماما طولي بالك، ماما هي بامريكا ساكنه، مدري باليابان ساكنه. قالت لي الله يرضى عليك ماما شو بدك بالقصص؟ قلت لها ماما انا بحبها، انا بدي اياها. كان اول غرامه بصوره يعني فعلا كنت كثير حبها لهالصوره. هلا شو صوت وصوره؟ هلا كل الصبايا بحبهم، ما في مشكله. بحبهم مثل الاخوه. لا كلمه حبايب. على اساس الغرام جوانا كان كل ما واحد يجرب يحاول ينغرم فيك هي كلها قتله من خيك؟ مش هيك. لا كلنا هيك بس هي. خيي كمان؟ طبعا. لا منفتحين منيح. لا شوف نحن بالعراق عنا يعني مش مثل هون، يعني هون بحس لا انه منفتحين انتم اكثر. يعني نحن بالعراق ما عنا لهلا يعني اذا واحد بده يصاحب وحده من نظره هيك بيطلع عليه خلص صاحبها، وبيشوفها على بعد كذا متر انه هو هيدا خلص هو وياها يعني صاروا. اذا انا عملت هيك كنت صاحبت ثلاثه يعني. هيك؟ ايه عن جد. فهيك يعني لا بس عم بطلع فيك. ما في حدا يحكي مع حدا هونيك. يعني هيدي اذا واحد حكى مع حدا انه شيء كثير خايف. ايه وهيك انه تضل بلبنان وما تروح على العراق عن جد. ايه لانه هونيك بس شو صار يعني تعرفتي على حدا؟ لا ما تعرفت على حدا. يعني نحن مدرستنا حد مدرسه الشباب، يعني ما في غير سياج بيننا وبينهم، فالشباب على طول بيتناوزوا علينا من السياج وهيك بيتعربشوا. ففي واحد كان جارنا بشي 3 شوارع ورانا، فكل يوم لما بروح على المدرسه الصبح بيجي بيوقف لي على اخر الشارع، بيمشي على بعد ما بعرف كم متر وراي، بالروحه والرجعه والروحه والرجعه، ضلوا شي 2 حرام. وهيدا انه على اساس مصاحبني. لحظه انه كلهم حرام، مديره المدرسه حرام وهذا حرام. انه انا كثير كنت مشاغبه انه حتى بالمدرسه وهيك. فعلى الروحه والرجعه ضلوا شي 2. مرة أنا فتت يعني ما في حكي، يعني مجرد إنه هيك عم بتطلع فيه بيطلع فيني. هيك؟ هيك حلو. طلع انتبه من خيا دخيلك، انتبه من خيا. بقول عالم شو كانت معترة قبل إنه كيف الجيل هيك. هلا لا مش هلا بتطلع فيه وبتقعد معه وبتسهر معه وبتظهر، لا إنه صار كل شيء غير. ايه فمره كنت واقفه فتت على البيت وخيي جاي من بعيد عم شوفه، يعني جاي مع شو انا فوق بالبيت فاتحه الشباك، وهيدا واقف هيك وعم ففكر انه انا بطلع عليه بيعمل لي هيك ما بعرف شو هيك بيعمل لي حركات، وخيي عم بيجي. فانا فكر عم بحكي عم بقول له انه في حدا جاي انه روح. بيقول لي وين بيجي لعندك انا؟ قلت له لا روح في حدا عم بيجي خيي هيك. فهو كل فكره انه انا انه عم بقول له تعال يلا نروح نتمشى وهيك. فهو حرام جاي وخيي عم بيطلع يعني وشاف، يعني هلا ما من شافها كثير لانه من بعيد جاي.
فاجا هيك قال له انت هون. قال له شو؟ قال له انت مع مين عم تحكي؟ قال له عم بحكي هيك بالهوا لحالي. هو بيعرف خيي يعني. قال له شو استغفر الله، عم تحكي مع الله انت؟ قال له لا بس هيك عم بتخيل اشياء هيك عم بتدور براسي. لا 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 بعده عايش؟ حرام، عن جد عن جد كسر له ايده. لا عن جد والله عن جد. برافو عليك. وانا لو يعني لو انا امي يعني انا اصغر اخواتي وعندياني بالدنيا. اجى معك على الاستوديو؟ لا مش هون. لا منه خلص يا حبيبي حبيبي ما يزعل ما يزعل ما يزعل. كسرت ايدي لو عن جد كان انا كسر لي ايدي كمان. انا عم وديع شوف. بس امي يعني ما بتخلي عن جد حدا بيقرب مني. عن جد أبداً هيدي ما ما بتخلي. بنساها بحياتي. اها وضليت سنه ما رحت على المدرسه. كمان. هي من ورا هالشيء. لا كثير كثير موفقين يعني تحت نصيبك تحت نصيبك تحت نصيبك. تحت نصيبك. وديع انت وصغير كان شكلك ما بيشبه اسمك؟ يعني وديع ابي رعد شكلك كان يشبه وديع ابي رعد ولا لا؟ بالنسبه لمعلمه الفرنساوي لا. ليه؟ اول ما فتنا على اول ما بلشت السنه اجت فاتت معلمه قال اوكي رح اقرا هلا الاسامي، كل واحد بقرا اسمه بيوقف كرمال نتعرف عليه. انا ابي رعد باول الليستا وديع ابي رعد. وقفت انا قالت نهايتكم ما فهمتوا، كل واحد بقول اسمه بيوقف. فانا اطلعت هيك انه انا فهمان غلط. لا انه عادت قالت وديع ابي رعد. رجعت وقفت طلعت فيها قالت لي هلا انت وديع ابي رعد؟ قلت لها ايه. هلا انا كنت كثير صغير هيك، هلا مترين يعني بس قبل كده هلا ماشي هلا بالنكله ايه هيك قصير وصغير هيك ومفتفت كثير. هلا وديع ابي قالت لي رعد. وديع ابي رعد. قالت لي وديع ابي رعد. انا قلت رح يطلع لي شجرتي شيء امبراطور. طلع لي وديع ابي رعد. من وقتها صرت الامبراطور بالصف. كيف حد بعد ابي رعد ومطر انتبهوا ما أو- او تتلج وبارود. لحظه نسيت البارود. ولا بكل هالقواسر بتلاقي بعدين ورد. وردة. ايوه الله يجبر بخاطرك. مع الوزير انت وصغير كنت اذا قلنا هذا السطح كنت تمشي على حافه السطح؟ يعني انا كنت ولد شقي مثل كل الاولاد، مش انه كان متاثر بجراندايزر مثلا او شيء. كنا نحضر لجراندايزر بكل الاحوال. كنت انا بحب كلاب وعلى طول عندنا كلاب وبعد عندي كلاب بالبيت. بقى كنت في كلب اللي بحبه مربيه على السطح عنا. بقى كنت اطلع على حافه السطح واتمشى انا والكلب تبعي حافه السطح وشاف نجار. وانا شغله عاديه عندي يعني شاف نجار. عاديه انك تمشي على حافه السطح مع إيه الكلب؟ إيه. عاديه اوكي. سليم وردي ابن عمه لتوم كروز. ميشن سوبر امبوسيبل. اهل زحله ابو ضياد بس انه شايفك من تحت صار انه شو عم بيعيط لك؟ شافني الجار بقى شغل باله وطلع لعند اهلي عم بتمشى انا والكلب ببرم بلاقي نص الحي صار عندنا على السطح. شو فيه؟ دخيلك نزل، دخيل اجريك نزل. نزلت يعني انا بالنسبه لي شغله عاديه. كم طابق معالي الوزير؟ 5 طابق. لا بس بالنسبه لاهلك شغله عاديه كمان. لا بالنسبه لي بالنسبة بالنسبه لي. لاهلي اكلت قتلي بعد ما نزلت يعني. بس كنت نزلت بكل الاحوال. كنت ايه ومنعت اطلع على السطح لعند الكلب. صاروا ينزلوا لي اياه لتحت اذا بدي. ايه واخر مره خيانتها. واخر مره مشينا على الحفه. هلا ماشيين على الطريق الصحيح. جيسي صحيح انه مره بمنطقه الكسليك بعتي سمسميه؟ صح. شو صار؟ كيف ليش رحتي بعتي سمسميه؟ لا هيدي مش انا رحت بارادتي بعت. كنا بالويك اند بس نطلع على شمال، انا من شمال بس نطلع على شمال. شوف الاولاد واقفين على الطريق عم ببيعوا سمسميه، فكان يوجعني قلبي كثير عليهم. اقعد ابكي وما اكل كل نهار بس شوفهم. فبيي وكنت كثير كسلانه بالمدرسه، ما كنت انجح ولا شهر. فبس بيي قال لي اذا بعد هيدا الشهر بتجي الكارنيه انه ساقطه على الكارنيه رح بتعرفي هول اللي كنت تشوفيهم على الطريق يبيعوا سمسميه رح اعمل مثل رح اعمل فيكي مثلهم. انا قلت ما رح يعملها يعني. كمان سقط جبت الكارنيه ساقط. فبقول لها لامي دبي لها تيابها بالشنطه، والشنطه بعدها تركتها عندي. بتذكر المشهد مثل ما هو، الشنطه ما خليت حدا يكبها، تركتها عندي من وقتها.
شنطه هيك روز، قال لي حطي لها غراضها فيها، ولانه ما خرجت تكون بمدرسه عم تتعلم بدي اعلمها شو بدي اعمل فيها. اخذني هذا البابا ايه بحب كويس كثير. قال لي راح اشتري لي سمسميه وفستق وعلكه ونقلي الجات، وقال لي انت بتنقي اللون اللي بدك اياه، اعطاني الخيار. فظيع، شو ديمقراطي عن جد، بي كثير ايه. فحط لي الغراض فيها ونزلني على شارع الكسليك. قال لي خلي كل اصحابك بس تمرقوا هون يضحكوا عليك. ايه ومشي شي نص ساعه هو عم بيتفرج علي من بعيد، يعني انا قاعده عم ببكي حتى الجات هيك وعم ببكي، فيطلعوا في العالم انه البنت ليه عم تبكي حتى انه حاطه جات وعم بيشرب فيها. ايه ورجع اخذني وفل فيي على البيت. دعتي ولا لا؟ لا حتى سمسميه طب انتم ملاحظين الليله انه محمد كيف كله ارهاب؟ مثلا خيا كيف بيا ارهاب وخيا ارهاب ضربوا لهيدا كسر له ايده، في جو ارهاب، في جو ممتع والله. شو عم شوف تعرف الفنانين قديش بيتعذبوا ببيتهم، بيعانوا وبعدين بصيروا فنانين شاطرين. مدلين انت وصغيره كمان اذا عم نحكي عن المدرسه كانوا يعني قصصوكي التلاميذ بدل اصحابك بدل ما يقصصك انا عكسها لجيسي، كنت كثير شاطره بالمدرسه والله وما كان في شيء يغريني، يعني ما اي انترتينمنت عن درسي يلهيني ابدا، كنت شاطره كثير. فمره ايام الترمينال اصحابي كنت تشوفهم مثلا كل نهار جمعه، لان كان عندنا بس 4 ساعات ويبقى عندنا ليتراتور وهيك، يعني مش كثير مهم لدرسنا اللي هو الاساسي الماتيماتيك وهدول. فكل نهار جمعه يجمعوا بعضهم يطلعوا حريسه. مرة هيك يعني عم بيحكوا قدامي، قلت لهم انه قديش يعني وقت؟ قال نطلع بالتاكسي وبنرجع اون تايم 12 بنكون قدام المدرسة، يعني دونت وري، لأن أنا أهلي كانوا يروحوا ياخذوني، أنا صغيرة البيت وهالقد مدلعة. فمرة تنعت معهم، يومتها المدير اكتشف انه نحن هربانين لأنه 3/4 الصف يعني رايح. فلما رجعت فالمدير وقف لنا برا هيك، أنا سكت اول مره بحياتي انه بعمل اكشن بالمدرسه، سكت صرت ارجف، عن جد صرت ارجف هيك. فصار يعيط لنا واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني الا انا. طلعت شيء قال لي مدلين تعي لهون، انت لان بعرفك شطوره وما الك بهالاخبار، انا لا خبرت اهلك ولا طالب منك شيء، يلا روحي وكذا باي باي. فانا طلعت بالسياره مع خيي وعلى البيت بس مذهوله. طبعا نهار التنين لما انا جيت كل التلاميذ ما حدا عم يحكي لي ابدا انه يعني ليش مدلين هيك ونحن لا. فبس ما كانت المشكله مني، بيجوا شي شهر ما يتعاطوا معي. بس كل القصه لان انت كنت شاطره عشان هيك عفى عنك. محمد انت هربت شي مره واحده هربت من المدرسه؟ كنت اشطر منك واشطر منها، فمهم كنت بمدرسه. فقال لي رفيقي يا اخي اهرب لك شي مره معنا، لانه بس ينهار معنا هرب معنا. قلت له والله بخاف يا اخي، بركي صار معي شغله انا، لقطني المدير شافني بابا كثير عصبي. قال لي لك جرب بس مره يعني اطلع معنا. المهم والله طلعت مع محمد الله يذكره بالخير. ففي حيط منقورينه الشباب مشان يطلعوا عليه، يعني منقورينه مشان يطلعوا عليه، وحيط يعني عالي. طلع محمد، طلع سعد، صار دوري انا، حاطط الشنطايه وبدي اطلع. وصلت لنص الحيط ومقطوع قلبي انا خايف، ولقيت المدير جاي. زين ولك؟ قلت له لا بدي انزل بدي اطلع. قال لي محمد لك اطلع علم شي حال اطلع، وعمل لي زين. صار يضربني وين؟ صار يضربني بالمناطق الحساسه من ورا. بتعرف شلون؟ في مناطق حساسه ورا؟ يعني منطقه الحساسه. مفكرها بس قدام. احترت انه بدي انزل لتحت ولا بدي اطلع لفوق. اذا بدي انزل لتحت بدي اكل اكله مرتبه، واذا بدي اطلع لفوق بنفوت، بس بدي اكل اكله من مين؟ من بابا. صار محمد قال لي اطلع والمدير قال لي انزل، هداك طلع وقال لي انزل. قلت له خيي علي وعلى عداي حاطط على فوق باكل اكله من بابا. هم وصلت عنده وصلت لعند محمد وطلعت رحت على البيت، لقيت بابا ناطرني. قال لي اهلا وسهلا استاذ محمد. قلت له كيفك بابا؟ قال لي اهلين بابا. بين فهل بكير؟ قلت له لا والله فللونا بس صلح الحصه الرابعه. قال لي خليك دقيقه. راح شاب العصايه وبلش فيني خبيث. فكانت على المناطق الحساسه؟ لا على حتى حساس البابا لانه بزعل منها. تعقدت من البابا انا. بابا منزلها على السمسميه، بابا ما في مش عم نسمع غير هيك. يعني بابا قريب من اخوها. والله عصري. شاب هلا انا بنت هلا كنا يعني كله ماشي. اخبار البابايات بتكمل نحن وياكم باحلى جلسه بعد الاعلان، خليكم معنا.
نفخوني. شو الحل يا ماريوكا؟ الحل ما أنا كل واحد خليجي عم